سلام، واش راكم صافا؟ اليوم ان شاء الله راح نشارك معاكم وصفة تاع بسكوي يحبوه بزاف الاطفال. راح يكون عبارة عن كاطو يشبه تماما الكاطو تاع المحلات. قبل ما نبدا الفيديو حبيباتي ما تنسونيش بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. نبداو الوصفة على بركة الله. بسم الله. نحطو في ريسيبيون 250 غرام تاع مارغرين اللي تكون بحرارة الغرفة، رشة تاع ملح، كاس سكر ناعم، وحبة تاع بيض كاملة مع صفار حبة بيض. راح نفصل الصفار عن البياض، راح نحتاجو غير الصفار. فوالا. وراح نزيد مغرفة كبيرة تاع لافاني بودغ ولا ليكيد مع نص كاس تاع زيت، وهذا هو اللي راح يعطينا سر هذيك القرمشة. نخلطو كامل هاد المكونات بالباتور حتى نتحصلوا على كريمة، يعني حتى يتضاعف الحجم تاعه ويولي ابيض. فوالا. راح نزيد كاس تاع نشا مايزينا ونكمل نخلط بالباتور حتى تدخل كامل في هذيك الكريمة. ندير الفرينة هنايا. هذا الكاس الاول لازم تكون منخولة مع مغرف صغيرة تاع خميرة الحلويات، خميرة كيميائية، ونخلطهم بالباتور. فوالا. راح نقسم الخليط على 2، يعني راح ندير ذوقين، ذوق شوكولا وذوق لافاني. هذا الجزء الاول راح نضيف له الفرينة، نديروها تدريجيا ونجمعوا بيدينا حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية، يعني هكا باش تحسوا بالقوام تاع العجينة. راح نديرها في بابي سيلوفان ونخلوها تريح ربع ساعة. نكمل مع الذوق الثاني. راح نزيد له كاس تاع فرينة ونزيد مغرفة كبيرة تاع كاكاو، لازم يكون نوعية جيدة باش الجاتو تاعكم يجي بنين. ونخلط بيديا ونبقى نضيف الفرينة تدريجيا حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية. نديرها في البابي سيلوفان ونخليها تريح ربع ساعة. بعد ما ريحت العجينة تاعي راح نحلها بالحلال، السمك يكون شوية رقيق هكا باه يجيكم الجاتو تاعكم كروستيون كيما تاع المحلات. وراح نقطع بهذا القطاعة اللي تكون مشرشفة. فوالا. باه يجينا الشكل يعني مطابق لتاع المحلات، ونفده بهذا الشكل، يعني راح يتنحى لكم فاسيلمون. ونحطه مباشرة في الصينية تاع الفرن. فوالا هكا رفدوه باش ما يتخسر لكمش الشكل. هنايا البلاطو تاع الفول ما درت له ني بابي كويسون ني فارينه باسكو الكاطو تاعنا فيه كميه كبيره تاع الدهون وما راحش يلصق معاكم. واش راح ندير؟ راح نجيب كيغدون ونبقى نعمل في الثقوب، يعني راح تبداو تبيكيو الحلوى بشكل دائري يعني حتى توصلوا للوسط. والفيديو راه موضح. ندخله للفرن على درجه حراره اللي تكون متوسطه حتى يطيب. هنايا بعد ما خرجتهم كما راكم تشوفوا راهم محافظين على الشكل تاعهم. نجو نحضروا لافاغس اللي راح نلصق بها الحلوى. راح تكون فاغس ساهله ما تحتاجش للفوخ، وهي اللي راح تعطينا ذوق المحلات. درت شويه تاع شوكولاته تختيني، نزيد لها مغرف صغيره تاع كاكاو باش تجينا متماسكه شويه. نخلطها ونحطها في اون بوش وندير لافاغس في الكاطو بهذا الشكل. ونغلق بالحبه الثانيه، يعني ضغطه تكون خفيفه. فوالا. راح تحصلوا على هذا الشكل كما راكم تشوفوا. وراح نكملهم مع الذوق الثاني. وهذا هو الشكل النهائي للجاتو اللي حضرته لنهار اليوم. يعني شوفوا سبحان الله، يشبه بزاف للجاتو تاع المحلات، يحبوه بزاف لي زونفون، خاصة للجوتي تاع الصباح يشربوا به حليبهم. وتقدروا تاني تمدوه لهم يدوه كلمجة معاهم، يقطع كمية كبيرة ويجي كروستيون، يعني بفضل الزيت والمايزينا هما اللي يعطونا هذا القرمشة. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفة. إذا عجبكم الفيديو حبيباتي ما تنسونيش بالاشتراك واللايك. في أمان الله. سلام.